المشماش هذا وقته، استغلوه وحضروا به بزاف ديال الوصفات. اول وصفه غادي نبدا معاكم بها ان شاء الله، يعني بوحدو بلا خوخ بلا حتى شي حاجه، هي هذا الايس كريم اللي كيجي رائع، كيجي ملس وكريمي وزوين بزاف. اختاروا هكا ماشي مشكل، انا غير كنفضل انكم تختاروا اللي كيكون داخل فيها هكا اللون الاحمر، كيكون حلو وما نحتاجوش نديروا السكر. كنغسلوا الكميه مزيان. بالنسبه ليا غادي نعطيكم الكميه كلشي بالضبط. خديت هنايا كيلو ديال المشماش، غسلته مزيان ما مره ما زوج ما ثلاثه، المهم خاصو يتغسل مزيان مزيان. من بعد كنحيدوا له العلفه وكنديروه في واحد الاناء حتى كنساليو الكميه كلها. بالنسبه لي كان عندكم المشماش يعني باقي حامض فماشي مشكل، فهنايا غادي من بعد فاش نضيفوا له الكريم شونتيي غادي نزيدوا له السكر. كنضيفوا له تقريبا 2 كيسان ديال العنبه اولا ما وصلاش كاس ونص ديال الماء ديال العنبه، بكاس العنبه، وغادي نديروه فوق النار. اون فوا كيبدا يغلي كنحسبوا له 2 دقائق لا اقل ولا اكثر مباشره، وكنطفيو عليه النار. الا كان عندكم البراميكسور غطحنوه هو سخون، كان عندكم كاس الخلاط الكهربائي خصو كيخسر اولا يطرطق خليوه حتى كيبرد. المهم اننا كنطحنوه مزيان مزيان، كنخليوه يفقد الحراره في الغرفه او في الكوزينه، وكندخلوه للكونجيلاتور حتى كيدخل فيه الثلج، خاصو يبرد مزيان مزيان. هنايا الا كنتو غتضيفوا علبه واحده من كريم شونتيي غادي تضيفوا نصف الخليط، يعني راه ما ديروش ديروا كيلو بالماء ديالو. اما الا كنتو بحالي انا درتو كامل ودرت فيه 2 علب ديال كريم شونتيي، هما باردين هو مجمد، وكنطلعوه حتى كنحصلوا على قوام كريمي بهذا الشكل. كنديروه في واحد العلبه الخاصه بالمجمد وكنسدو عليه وكنخليوه على الاقل 6 ديال السوايع. كنفضل نخدموه بحال انا خدمته هكا في العشيه وخليته حتى الصباح، يعني ليله كامله في الكونجيلاتور. غير هو فاش كنبغيو نقدموه كنحيدوه نخليوه 10 ديال الدقائق فوق البلون دو طرافاي ولا فوق من البوطاجي حتى ما كيبقاش هكا مثلج وكيرجع كريمي بالقوام ديالو الاول. صايي وكتقدموه بالمعلقه ديال الايس كريم اولا بمعلقه عاديه ديال الاكل، غير خليوه كيطلق ديك 10 ديال الدقائق. شوفوا كيفاش الشكل ديالو كيجي املس، الصراحه كيجي رائع رائع بزاف. وكاع الفواكه الموسميه ديال اليوم، الخوخ، الشهديه، الموز، كاملين نقدروا نديروهم بهذه الطريقه. راه الموز ماشي فاكهه موسميه زعما، غير بغيت نقول لكم حتى هو، غير هو عنده واحد استيس وحده اخرى، خاصو الحامض وخصو شي حاجه باش يجينا حتى هو كريمي وما يتلش. فكنتمنى فعلا تقدموه بالطريقه اللي بغيتو وتجربوه ويعجبكم. كتقدموها هكا مع صوص كراميل اولا ديك الحليوات الرقاقين عرفتوهم، كيجي المنظر ديالهم رائع والمذاق ديالهم زوين، خاصه الوليدات كيعشقوا هذا الشيء. نديروا لهم في الدار احسن من اننا نشريوهم الزنقه. فإلا كنتو بغيتوا وصفات بحال هكا ديال الصهد، وصفات ديال الايس كريم، مثلجات، ما عليكم غير تخلوا لي تعليقاتكم وتشجيعاتكم.